تخيل انك قاعد على شط البحر والجو جميل وهادي، فجأة تلاقي المية بتتسحب لورا والساحل بقى ناشف. الناس يفتكروا انه شوية والمية هترجع تاني، لكن الحقيقة ان الكارثة لسه ما حصلتش، لان بعد دقايق هتحصل موجة ارتفاعها ممكن يوصل لعشرات الامتار جاية تاكل كل حاجة قدامها. دي مش موجة عادية، دي تسونامي. تعال نبص على المعلومة. اول حاجة لازم تعرفها ان كلمة تسونامي دي كلمة ياباني، هي اصلها كلمتين، تسو يعني ميناء ونامي يعني موجة، يعني موجة الميناء. لكن خد بالك التسونامي مش مجرد موجة عادية زي اللي بنشوفها على الشط في وقت العواصف، لا دي سلسلة من الموجات العملاقة بتحصل لما بيحصل كارثة في قاع البحر. بص، الارض اللي احنا عايشين عليها مش قطعة واحدة، عبارة عن صفائح ارضية. الصفائح دي بتطفو على سائل موجود جوه قاع الارض. الصفائح دي بتتحرك طول الوقت بس ببطء شديد. لما يحصل ان صحيفتين من دول يتخبطوا ببعض او يتزحزحوا تحت الارض بيحصل مجموعة زلازل قوية جدا، ممكن توصل لاكتر من 7 درجات على مقياس ريختر. تخيل معايا قاع البحر فجأة يتزحزح او يتشقلب فيدفع كمية كبيرة من المية لفوق. احنا هنا بنتكلم عن مليارات الاطنان من المية اللي اتزاحت في ثانية من القاع لفوق. الموجة الضخمة دي بتحصل هناك في المحيط، والغريب ان هي في وسط المحيط بتبقى سرعتها كبيرة جدا، ممكن توصل ل 800 كيلو متر في الساعة، يعني زي سرعة طيارة نفاثة. لكن ارتفاعها هناك بيكون صغير، متر او 2، وعلشان كده السفن اللي في عرض البحر ما بتحسش بيها. المصيبة بتحصل لما الموجة دي بتقرب عند المناطق الضحلة عند السواحل. هناك الموجة ما بقاش عندها عمق كافي تتحرك فيه، فتبدأ سرعتها تبطأ. بس في نفس اللحظة اللي سرعتها فيها بتبطأ ارتفاعها بيعلى بشكل جنوني، فتتحول الموجة الصغيرة اللي كانت هناك في عرض البحر ارتفاعها متر او 2 لموجة ارتفاعها ممكن يوصل لعشرات الامتار، بتدمر كل حاجة على الساحل قدامها. كمان التسونامي ممكن تحصل لو بركان انفجر في قاع البحر، او حصل انهيار ارضي تحت المحيط، او نيزك وقع في البحر. احنا دلوقتي في 26 ديسمبر سنة 2004 والبحر هادي وساكن حوالين جزيرة سومترا اللي موجودة في اندونيسيا. فجأة في قاع البحر بيحصل حركة عنيفة، صحيفة ارضية بتنزلق تحت صحيفة تانية، كأن الارض نفسها اتشقلبت من جوه. اللي حصل بعد كده كان اشبه بان البحر انتفض من مكانه. مليارات الاطنان من المية اندفعت في ثانية واحدة من القاع لفوق، وابتدت رحلة موجة قاتلة هناك في المحيط. الموجة دي ما كانتش باينة قوي، ارتفاعها متر او 2 زي ما قلنا، لكن سرعتها كانت مرعبة. لكن لما قربت للسواحل المشهد اتغير تماما، سرعتها ابتدت تقل جدا، ومع كل تباطؤ للموجة كان ارتفاعها بيزيد لحد ما بقى جدار مائي مرعب. ارتفاعها ببعض الاماكن وصل ل 30 متر. اندونيسيا كانت اقرب واول الضحايا للاسف. مدينة اتشيا اتمحت تقريبا من على الخريطة، وبعدها سريلانكا والهند وتايلاند والمالديف وحتى سواحل بعيدة زي الصومال كلهم اتضربوا بنفس الموجة اللي جت من قلب البحر المفتوح. والنتيجة كانت مأساة ما تتنسيش، اكتر من 230 الف انسان راحوا ضحية من 14 بلد، مدن كاملة غاصت تحت قاع البحر، وقرى اتكسرت في لحظة. والاصعب ان ما كانش فيه نظام انذار وقتها يغطي المحيط كله. حرفيا الناس اتفاجئوا، الناس فجأة شافوا المية بتتسحب من على السواحل، وفجأة موجة عملاقة بتاكل كل حاجة قدامها كده. خليني احكي لك عن تسونامي 2011 في اليابان. بعد 7 سنين من كارثة المحيط الهندي، العالم اتفاجئ بكارثة تانية بس المرة دي موجودة في اليابان. تسونامي 2011 في 11 مارس سنة 2011 في اليابان، قريب من سواحل توهوكو في شمال شرق اليابان. زلزال ضخم جدا قوته 9 درجات تقريبا، واحد من اخطر واقوى الزلازل اللي اتسجلت. قاع البحر اتشقلب من جديد والبحر انتفض زي ما حصل قبل كده. الموجة اتكونت وابتدت رحلتها بسرعة رهيبة، لكن المرة دي العالم كله كان مرعوب وهو بيتفرج لايف. الكاميرات سجلت لحظة دخول المية وهي بتمسح الشوارع حرفيا، عربيات بتتسحب زي لعب الاطفال، بيوت بتتكسر وتتخلع من مكانها والموجة تاخدها معاها. والمرعب اكتر ان التسونامي ما كانتش بس كارثة طبيعية، موجة التسونامي وصلت لمحطة نووية وضربتها اسمها فوكوشيما. الموجة عطلت انظمة التبريد الموجودة في المحطة النووية وحصل تسريب اشعاعي ضخم. يعني الكارثة ما كانتش في موجة وبس، كانت تسونامي ومعاها كارثة نووية في نفس الوقت. خسائر البشرية كانت بالالاف، رغم ان اليابان من اكتر الدول استعدادا لمواجهة الزلازل والتسونامي. الشوارع كانت فيها حواجز وكان في انذار مبكر، بس قوة الكارثة كانت اكبر من اي استعدادات. في يوم واحد اليابان عرفت وشافت ان اقوى التكنولوجيا عند البشر ضعيفة قدام تسونامي. خليني اقول لك شكل الاستعدادات اللي كانت حصلت من بعد 2004 وقبل 2011 اللي حصلت في الفترة دي. النهارده بقى في شبكة ضخمة من اجهزة الاستشعار موجودة في قاع البحر. الاجهزة دي بترصد اي حركة غريبة بتحصل هناك في قاع المحيط، زي زلزال او تغير مفاجئ في مستوى المية، واول ما تلقط حاجة تبعت انذار هناك لمراكز متخصصة. من هناك التحذير يوصل للحكومات، ومن الحكومات يوصل للناس احيانا في دقائق. واليابان نموذج حي على اللي احنا بنقوله. اليابان عاملة انظمة متطورة جدا، عاملة صفارات انذار موجودة على الشواطئ، رسائل SMS بتوصل للسكان بشكل تلقائي بسرعة، تدريبات مستمرة للمدارس والمصانع عشان الناس تبقى مستعدة وعارفة هتعمل ايه اول ما تسمع كلمة تسونامي. مش بس التكنولوجيا هي اللي ممكن تخلينا نلاحظ، في اشارات طبيعة حوالينا بتقول لنا ان في تسونامي. لو البحر تراجع فجأة بشكل مش طبيعي، المية تتسحل لورا وتسيب قاع البحر مكشوف، دي علامة خطر ان موجة عملاقة جاية وراها. لازم ساعتها تسيب كل حاجة وتطلع على مكان مرتفع. بعض الدول بقت تبني جدران صد عالي موجودة على السواحل، وتصمم مباني عشان تتحمل
نستحمل قوة المية. ده مش حل كامل بس بيقلل الخسائر. التسونامي ما نقدرش نوقفه لكن نقدر نسبقه بلحظات، وهو ده كل اللي محتاجينه، لان كل دقيقة انذار مبكر ممكن تساوي حياة لالاف من البشر. التسونامي بتورينا قد ايه الانسان ضعيف قدام قوة البحر. موجة واحدة تقدر تمسح مدن من على الخريطة. احنا حاليا بنحاول نتعلم ازاي نرصده وازاي نكون مستعدين وازاي نقلل الخسائر. كل ده يفضل جزء من قوة وحكمة وعلم ربنا في الكون. هيفضل ده جزء صغير من قدرة ربنا اللي سخر لينا الارض والبحر، واللي بيمتحننا ويختبرنا باحداث زي دي من وقت للتاني، عشان دايما نفتكر مهما كبر علمنا هيفضل عظمة وقوة وقدرة ربنا اعظم من كل شيء.